اخبار مهمه عن نادي الزمالك، اخبار تهم كل الزملكاويه. اخويا الغالي، قبل اي شيء اعمل لي شير وفولو ولايك وتعالى لي. اول خبر عندنا خبر عن اللاعب الفرنسي تيدي اوكوي، خير ان شاء الله. الزمالك بيحصل على 250 الف دولار على الاقل من تيدي اوكوي. جون ادوارد كل يوم بيثبت لنا قبل اليوم اللي قبله ان احنا فعلا ما كانش عندنا كوادر اداريه بربع جنيه. الزمالك كان شغال سمك لبن تمرين. الراجل فضل ورا نادي السويسري وورا وكيل اللاعب وورا اللاعب لحد ما طلع منهم اخرهم، خلاهم جابوا اخرهم، خلاهم يقولوا نحلها ودي ازاي. نحلها ازاي؟ قال لك ادفعوا 250 الف دولار ونحلها ودي والدنيا تمشي. ما نشوف القصه هترسى على ايه لحد دلوقتي. خلاص الزمالك بيضمن حقوقه في اللاعب بفضل الله ثم بفضل جون ادوارد. تاني خبر عندنا جلسه منتظره بين جون ادوارد، بردك الراجل شغال رئيس نادي، شغال كل حاجه بصراحه، مش شغال وكيل لاعبين بس، مش شغال راجل بقى بيشوف صفقات، لا الراجل في عمل جلسه منتظره مع محامي اللاعب مشلاك، اللاعب البولندي، اللاعب الخازوق اللي الزمالك خده قد كده، تمام، واللي الكابتن حسين لبيب والكابتن احمد سليمان لبسوه نادي الزمالك. وبيعمل جلسه مع المحامي بتاعه عشان يحل ازمه مستحقات اللاعب بطريقه وديه وبيقسطه والكلام ده كله. الخبر اللي جاي بقى عندنا خبر اللاعب الفلسطيني الفدائي المقاتل عدي الدباغ بينتظم في تمارين نادي الزمالك، والنهارده ادى تمرين مع نادي الزمالك، اول تمرين ليه، وان شاء الله يبقى المهاجم الاساسي لنادي الزمالك ويبقى احسن مهاجم فلسطيني دخل الدوري المصري على مر العقود ان شاء الله. الخبر اللي جاي بقى الزمالك بيخلص مع بتروجيت في حامد حمدان خلاص الرتوش الاخيره، رغم ان انا في رايي ان الزمالك بسبب تعنت بتروجيت واداره بتروجيت احنا نسيب اللاعب لنهايه الموسم ويبقى يمشي فري ويبقى يجي لنا ببلاش وما ندفعش فيه 30 40 مليون جنيه، ويبقى ده اكتر عقاب لاداره بتروجيت. ده رايي. الخبر اللي جاي بقى خروج فتوح من قائمه سيراميكا كليوباترا، قائمه ماتش سيراميكا كليوباترا، يعني فيريرا خرج فتوح بره القايمه، وانا معاه وايده 100%. وكل الناس الزملكاويه اخواتي اللي بقى بيقول لك لا احنا نستفيد،